النهارده واحنا قاعدين بنتفرج على الكوره مع فايق، مع ابراهيم فايق، كان جايب الاستاذ احمد عباسط وقعدوا يسالوا شويه اسئله واخبار ايه اللي هيحصل في في لجنه الانديه بسبب موضوع ماتش القمه. قال له لجنه الانديه ديت مش هتطلع قرار غير حاجه من الاثنين. قال له حاجه من الاثنين، ايه هما اللي حاجه من الاثنين؟ لا يتاكد الثلاث نقط على الاهلي وينخصم من اخر الموسم، لا ما يتخصموش الثلاث نقط من على الاهلي في الموسم، اللي هم الثلاث نقط اللي هم بيتخصموا العقوبه. قال له طب الماتش يتعاد ازاي؟ قال له بطريقه واحده بس، لو الاهلي رفع قضيه في المحكمه الرياضيه في الفيفا، الاهلي ممكن يعيد بنسبه كبيره، ان ممكن يعيد المباراه، وبسبب ان لجنه الانديه قالت في الاول خصم الثلاث نقط وبعدين رجعت قالت لا، ما يتخصمش الثلاث نقط. دي الحاله الوحيده اللي ممكن الماتش الاهلي والزمالك يتعاد تاني. قال له بس هو ده؟ قال له هو ده. فانت رايك عزيزي الاهلاوي او عزيزي الزملكاوي او اي حد بيتفرج عليا، الماتش فعلا هيتعاد والاهلي هيرفع قضيه في المحكمه ولا مش هيتعاد؟ يا ريت انت شفت تعليقكم وهعرضها وهشوفها، بس يا ريت اللايكات عشان تدعموني، عشان الواحد نفسه تبقى عاليه كده ويعمل فيديوهات كتير. سلام.